بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. معاكم عبير من مطبخ أكلات بيرو. الأول مرة يشوفني ويشوف القناة بتاعتي رجاء يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض طريقة عمل الكنافة بليالي لبنان. طبعا ليالي لبنان معروفة ان هي حلوى مشهور بيها. في لبنان هي عبارة عن آه، نشا، وعبارة عن دقيق، البسبوسة وقشطة ولبن. يعني حاجات حلوة كتيرة كده هنشوفها مع بعض، بس طعمها تحفة. طعمها جميل جدا جدا. هم معروفة هناك عندهم بياكلوها كده زي حلا بارد بيحبوه. انا النهارده بقى ايه عملت الكنافه بتاعتي بليالي لبنان اللي هم بيحبوها دي، وهي اسمها القشطوطه. تمام. يلا بينا بقى مع بعض نشوف الطريقه. انا عملتها بالكنافه. بصوا قد ايه بقى الكنافه جميله. ما خرفش، خلي بالكوا دي كانت سخنه مولعه، كانت لسه يا دوبك طالعه من الفرن حالا وانا بقطعها كده، فما كانتش لسه مسكت. تمام. بس ما قدروش يستنوا بصراحه من ريحتها وجمالها وجمال الكريمه فيها. بصوا كانها كريمه طبيعيه تحفه بجد بجد. يعني انا اول مره اعمل ليالي لبنان، وقلت بصراحه هحطها في الكنافه وهجربها. تمام. هنشوف بقى الطريقه بتاعتنا مع بعض. يا رب الطريقه تعجبكم. هي سهله جدا وبسيطه. اول حاجه هنحضرها اللي هي الحشوه بتاعه الكنافه بتاعتي عشان تبرد. انا عندي هنا حوالي لتر لبن، طلعت منه وش القشطه بتاعته زي ما انتم شايفين كده. انا جايبه لبن كيلو كامل الدسم. هنزل عليه بثلاث معالق من سميد البسبوسه زي ما انتم شايفين كده، 3 معالق بالشكل ده. وهنزل عليهم بمعلقه كبيره هرميه من النشا او معلقتين وسط. وهنزل عليهم بمعلقتين برضو من السكر. انا ما رضيتش اكتر السكر قوي في الوصفه دي، لان انا عامله حسابي السيرم بتاع الكنافه اللي هعمله كمان حاطه في الكنافه نفسها سكر باودر. عشان كده ما رضيتش ان انا اكتر السكر فيها، وطبعا دي حسب الرغبه. هدوب الدقيق بتاعي كويس جدا. بعد كده هرفعه على النار لغايه لما يديني القوام الكريمي. طبعا ما اسيبش المضرب من ايدي او المعلقه اللي انا بقلب بيها، لان طبعا دي بتبقى عامله زي البشاميل او زي المهلبيه عشان ما تكلكعش. هنزل بقى بطبقه القشطه اللي انا طلعتها. القشطه بقى هنا بتديني طعم حلو قوي. عندي برضو قطعتين من الجبنه الكيري، برضو علت التست عندي. طعمها حلو قوي. دي اختياريه على فكره، بس انا بصراحه انا جربتها وقلت ايه لازم اوريها لكم. هدوب كده الجبنه الكيري بتاعتي. طبعا انا ما حطيت لهاش زبده ولا حطيت لها اي حاجه. انا حطيت القشطه بالقطعتين الجبنه الكيري دي بس. بس القشطه بالجبنه الكيري عطت طعم رهيب رهيب للحشوه بتاعتي. هغطي كده بقى الكريمه بتاعتي بطبقه من الكيس اللي هو بتاع التلاجة. يعني المهم اخلي وش الكيكه، وش سوري، وش الطبقه بتاعتي لمس الطبق. هنزل كده بمعلقتين من السكر البودر. انا عملتهم كده بايدي لان لقيت السكر البودر مكلكع في الكيسه، فانا حطيتها كده على ايدي عشان افرك السكر عشان ما يكلكعش مني في الكنافه. حطيت كده على الكنافه بتاعتي وهي ناشفه كده من غير اي زبده ولا حاجه. هدهن بقى الصينيه زبده. انا حطيت كميه زبده حلوه، يعني ما تستخسريش حطي، لان الكنافه النجاح، سر النجاح بتاعها بصراحه الزبده. الزبده ولازم تكون زبده نوعيتها كويسه. يعني يا ريت يكون عندك زبده، زبده بلدي او سمنه فلاحي، جميله جدا. ويستحسن سمنه بلاش زبده، يعني الزبده بيبقى فيها نسبه ميه، او ممكن تكون الزبده اللي هي متسيحه يعني. هحط طبقه الكنافه بتاعتي كده. انا ما حطيتش على الكنافه زبده خالص عشان اقدر ان انا اتحكم فيها في قلب الصينيه. احط كده زي ما انتم شايفين.
اكبس عليها كده. انا حطيت لها طبقه زبده كده، بس هحاول ان انا اكبس عليها جامد. وبعد كده هسقيها برضو بالزبده. قبل ما احط الكريمه على طبقه الكنافه لازم احط سمنه، لازم، علشان الكنافه بتاعتي تتشرب، ما تبقاش منها للحشو على طول، هتفك منها. لو حطيتي الحشوة من غير ما تحطي سمنة على الكنافة، طبقة الكنافة، طبقة الكريمة هتطلع من الكنافة. انا سبت بقى الكنافة بتاعتي تتشرب من السمنة، وهحضر معاكم بقى بقية الكريمة بتاعتي. بصوا بقى عاملة ازاي. هحضر بقى معاكم واشوف هنعمل ايه تاني في الكريمة بتاعت حلا لبنان. هنزل عليها باكو من الكريم شانتيه. ده لازم في الوصفة، لازم يعني، مش اختياري، ده لازم عشان يديكي نفس الطعم بتاع حلا لبنان. انا كان عندي باكو ونص صراحه، ورحت حطاه، ما استخسرتش، حطي بقى. وانا مش عايزه الكريمه بتاعتي تكون متماسكه، انا عايزاها سايله كده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى جمالها بعد الكريم شانتيه. لا لا بجد، الحشوه دي يا جماعه انتوا ممكن تحطوا عليها عسل بقى وتاكلوا بالعيش. ممكن تعمليها سندوتشات في عيش فينو، ممكن تعمليها في عيش توست، تحفه يعني. ممكن تستغليها في اي حاجه. ممكن بقى تحشي بيها قطايف، تحشي بيها جلاش، زي ما انت عايزه. حطيت بقى انا الكريمه بتاعتي كلها كده، كلها حطيتها بصراحه يعني. حسيت ان انا باكل حاجه كريميه كده وجميله، اشطوطه اشطوطه يعني. فضي فضي فضي، حاجه غاليه. تمام. هنهزها بقى كده، مش هنضغط عليها. احنا لما هنحط بقى الكنافه الطبقه التانية هنضغط كده ضغطه خفيفه. بصوا المهم ان هي الكريمه ما توصلش للاطراف. هنزل بقى بالكنافه التانية، الوش التاني. هعمل الحروف الاول، وبعد كده هحط بقى اللي في النص. حطي بقى الكمية كلها. الصينية دي خدت مني نص كيلو كنافة، نص كيلو كامل، ما شلتش منه حاجة خالص. الصينية كبيرة، متهيألكوا ان هي صغيرة، صينية كبيرة. طبطبي بقى كده عليها بالراحة خالص، طبطبي طبطبي بالراحة خالص خالص. ما تضغطيش، تحاولي انك انت تساوي اطراف الكنافة من غير ما تضغطش. تمام. هكون بقى مولعة الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط. اسقيها بقى من الوش السمنة بتاعتها. لازم وش الكنافة يتزق بالسمنة علشان خاطر يديني اللون الذهبي الحلو ده اللي انتوا شفتوه في أول الفيديو. تمام. حطي بقى السمنة، كتري ما تخافيش. السمنة الكنافة بتاخد كمية السمنة اللي هي عايزاها وبتستحقها، وفي الآخر بتطرد السمنة الكفاية اللي هي بتتبقى في الصينية، ما بتترماش. أنا بصفيها وبستخدمها يوم تاني. الكنافة بتاعتي هي طلعت سخنة، هنزل عليها بقى بالسيرم. أنا كنت عاملاه معاكم قبل كده في الكنافة الأولانية، أنا بحتفظ بيه وبشيله. انا كنت بس مطلعه السيرم من التلاجة، عشان كده تقيل، بس هو بيبقى خفيف عن كده. هشربها بقى كلها كده واغرقها بالسيرم طبعا. والسيرم ده بيبقى حسب الرغبه، اللي بيحب حلو او اللي بيحب الحاجه مش حلوه قوي. انا عن نفسي مش بحب الحاجه مسكره قوي يعني، طبعا ده حسب الرغبه. تمام. هستنى بقى شويه لما تشرب السيرم بتاعها كده واقلبها. بصوا بقى جمالها عامله ازاي. طبعا هما ما صبروش اصلا لما اقلبها وتبرد والكلام ده كله، فما عندهمش صبر. فهنزل بسيرم تاني. بص بقى الارضيه بتاعتها علشان معمول لها سمنه مظبوط، محطوط لها مقدار السمنه بتاعها مظبوط. بصوا بقى جميله ازاي، تحفه تحفه تحفه. بوزع كده السيرم بتاعها عليها كلها. بصوا بقى مخلفشه وجميله وناشفه بقى، ناشفه من بره وطريه بقى من جوه. ايه بصوا بقى الجمال اللي انا بقطعها. طبعا هي سخنه مش عارفه اقطعها اصلا، بس هما كانوا مستعجلين عايزين. الريحه بتاعتها قلبت الشقه يا جماعه.
ريحتها تحفة، ريحتها جميلة جدا. بصوا الكريمة كريمية خالص خالص، بس لما بردت اتمسكت شوية يعني. جميلة جدا جدا، في منتهى الجمال، تحفة بجد يعني. مش قادرة اوصف لكم طعمها وجمالها. و دي السميد، دي السميد عطشيها الخرز ده زي التخريزة بتاعت القشطة، هي فعلا قشطة. الطريقة دي كأنك بتاكلي قشطة بالظبط، يعني كريمة بالقشطة. كل سنة وانتم طيبين، واللي عجبه الوصفة يا ريت